السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عجبتك الطريقة دي للحفاظ على الزرع بتاعك من الفطريات والحشرات او اي شيء انت عاوز زرعك يبقى زي كده، تابع معانا وشوف الطريقة المستخدمة في ذلك. اول شيء لتر ماء زائد فنجان ونص خل طعام، ودي النتيجة اللي انت هتشوفها في الاخر معانا. بس تابع معانا الفيديو للاخر وانت هتستفيد بإذن الله. زي ما انتم شايفين فنجان من الخل على لتر مية، وزي ما انتم شايفين هنحط نص فنجان كمان عشان نستفيد. طبعا اللي احنا هنشتغل عليه دلوقتي شجر الليمون وشجر السدر. فبصوا معايا كده الطريقة وهتستفادوا بإذن الله. زي ما انتم شايفين بخاخة منزلية، وبنوريكم الأول. بصوا الفطريات وبصوا الحاجات اللي هي ضارة للزرع بتاعنا. بصوا زي ما انتم شايفين. انا عاوزك تتابع الفيديو عشان تستفيد من اللي انا بعمله، عشان بفضل الله هتاخد نتيجة ممتازة جدا. بص كده وركز الاول قبل ما نشتغل على الزرع بتاعنا كان عامل ازاي فوق سطح المنزل الليمون. بفضل الله هنخليك تستفيد من الشغل بتاعنا، وهنوريكم. بصوا بردك على شجرة السدر، بصوا عاملة ازاي. تمام. الفطريات يا جماعة دي بصراحة لازم تتعالج. فالطريقة زي ما انتم شفتوا، بننزل على الشجر بتاعنا بفضل الله زي ما انتم شايفين كده. لازم نغطي بالمية والخل الشجر بتاعنا كله عشان يستفيد. وبإذن الله هتبصوا معانا في آخر الفيديو هتلاقوا اللي أنا بقوله ده كله بفضل الله فايدته عاملة ازاي. ممكن تستخدم بخاخة منزلية أو رشاش ماء عادي، ولازم تغمر الورق بتاعك من جميع النواحي وحتى للفروع أو الجذور. المية اللي هتنزل هتفيد الزرع بتاعك، لأن الليمون بطبيعته حمضي والخل من الحمضيات، فهيبقى عندك استفادة من جميع النواحي. فبفضل الله زي ما انتم شايفين كده احنا بنعمل الحاجة دي كل 15 يوم، وعلى حسب تعب الزرع بتاعنا. لو في اوراق مصفرة او في دودة الانفاق او حشرة الانفاق فلازم نكرر الموضوع ده. وبرضك بندي شجر السدر. فمعلومة احنا ما بنسقيش شجر السدر من المية وخل، لان السدر مش من الحمضيات. فزي ما انتم شايفين الليمونة بتاعتنا، ركزوا معايا قبل ما نشتغل عليها. عاوزكم تتابعوا الفيديو للنهاية عشان تستفيدوا مش اكتر. لازم وانت ماسك البخاخة كده توصل المية بخل لجميع الاغصان وجميع الاوراق. بصوا الاوراق المصفرة دي كلها بفضل الله لو تابعت معانا هتشوف النتيجة ممتازة باذن الله. طبعا رجعنا لكم اهو اخر الفيديو، ودي المرة كانت التانية اللي احنا ادينا فيها المية بخل بعد 15 يوم بالظبط. دي بتبقى رشة بسيطة زي ما انتم شايفين. بصوا كده معايا، دي الرشة البسيطة بس بنوريكم عملت ايه وايه النتيجة اللي هي عملته بفضل الله. وسبحان الله، حاجة جميلة جدا وممتعة جدا. وشوفوا النتيجة وصلت معانا لغاية فين. طبعا لازم تراعي الزرع بتاعك. ما نقدرش نقول لك غير لازم تتابع الزرع بتاعك وتهتم بيه عشان تبقى زراعة ناجحة على السطح أو في الحديقة المنزلية. وفضلا وليس أمرا، لو استفدت من الفيديو ما تنسوناش بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليوصلكم منا كل جديد. وزي ما انتوا شفتوا كده معانا، ولو استفدتوا بالفيديو ما تنسوناش.